مالك هنتكلم في كل ما يخص اخبار نادي الزمالك على الساحه الرياضيه، وهنتكلم عن جلسه زيزو ووالد زيزو، وهنتكلم عن نجم مفاجاه ومهاجم سوبر يقترب من نادي الزمالك. هنتكلم طبعا عن كل حاجه بالتفصيل، بس الاول كالعاده ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان نحط لايك الفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. طبعا زي ما قلت لك النهارده عامر حسين موجود حتى الآن وبيخطط للكرة المصرية، وهو اللي بيحط مواعيد السوبر المصري اللي في الإمارات اللي هو من يوم 17/10 ل 18 اللي تقريبا حوالي اليوم 20/10. فعامر حسين موجود وهو اللي بيخطط، وثروت سويلم موجود. فإدارة الزمالك قالت لنا إن هي انسحبت من ماتش الأهلي أو اعتذرت من ماتش الأهلي عشان عامر حسين هيرحل. فأنا بقول لك حتى الآن عامر حسين موجود وبيدير الكرة المصرية، وكل يوم يطلع تصريحات جديدة وكأن إدارة نادي الزمالك ملهاش أي لازمة. وده اللي قلناه، ما ينفعش تنسحب. لو انسحبت هتاخد على دماغك بعد كده، لو انسحبت هتاخد على دماغك بعد كده. الاستاذ محمد سعد بيقول لك عامر حسين قاعد في بيته. لو احنا عاوزين نعمل رياضه فعلا لازم عامر حسين يقعد في بيتهم. لو احنا عاوزين نعمل رياضه لازم عامر حسين يقعد في بيتهم. لازم عامر حسين خلاص يرحل عن الكره المصريه. مين عامر حسين اصلا عشان يخطط للكره المصريه؟ الراجل كريم رمزي على القناه الاولى عمل الجدول الدوري لحد نهايته بالمؤجلات بالايقافات بكاس مصر بكاس الرابطه على برنامج على السوشيال على النت، بدون عامر حسين، بدون الترزي اللي بيخطط للكره المصريه من اسوأ الى اسوأ. النهارده الزمالك مش عارف يدي لعيبته راحه، كل اللعيبه مش عارفه تاخد راحه، المنتخب مفيش وقت اللعيبه تاخد راحه. عندنا نص الفريق عنده اصابات عضليه بسبب الاجهاد، لان احنا بنلعب في موسم مطاط. بنستنى الاهلي لما يخلص افريقيا وبعد كده يجي يلعب معانا، بيكون متاجل له فوق ال 20 ماتش، وده طبعا ما بتشوفوش غير في دوري المزاريطه اللي احنا فيه. فده يعني رساله لمجلس اداره نادي الزمالك، انتوا قلت لنا ان عامر حسين مشي، عامر حسين موجود حتى الان. فزي ما قلت لك احنا فعلا في دوله يعني ما فيش نظام، ما فيش اي حاجه في الكره المصريه بتتصلح. يعني بعد سداسيه المغرب هم تقريبا نسيوا ان احنا اتغلبنا 6-0 من المغرب في الاولمبياد. ما حدش اتكلم، ما في الاعلام حتى ما اتكلمش. فرحوا وهللوا ان الاهلي فاز بالدوري بالليل، ونسيوا ان منتخب مصر اللي اهم من كل انديه الدوري، اللي الدوري اصلا معمول عشان المنتخب، نسيوا ده كله. تمام. عشان كده بقول لاداره نادي الزمالك انتوا قلت لنا ان عامر حسين هيمشي ومش عارف مين هيمشي، عامر حسين موجود وبيخطط للموسم الجديد. فانتوا كده برضه انا مش عارف ازاي عامر حسين يكون موجود. واحد فاسد بيظبط جدول الدوري ماشي، ترزي الكره المصريه لسه موجود. يعني احنا الزمالك مش هينفع نشترك في المسرحيه. احنا عدينا الموسم ده لان الموسم ده موسم كارثي على الزمالك وعلى كل جمهور الزمالك، موسم ممل بمعنى كلمه ممل. جمهور الزمالك عارف ان هو موسم ممل، عشان كده احنا زهقنا منه يعني اقول لك ايه بس، خلاص الموسم ده احنا الحمد لله ان هو خلص. فعايزين بقى نشوف مواسم تانية جديده، عاوزين نشوف زي ما قلت لك نشوف وجوه جديده، عاوزين نخطط، عاوزين نلعب الماتشات في وقتها الطبيعي بدون مؤجلات بترتيبها، مش عاوزين نشوف الكلام ده. تمام. في بعض الناس طلعت، ده ياخدنا طبعا لقصه اشرف بن شرقي. قصه اشرف بن شرقي في بعض الناس وبعض الاعلاميين وبعض الناس على السوشيال ميديا قال لك ده اشرف بن شرقي مش جاي واشرف بن شرقي فشلت. اشرف بن شرقي موجود وجاي. اشرف بن شرقي مخلص مع نادي الزمالك ومتفق وكل حاجه، والزمالك ارسل عقود لاشرف بن شرقي على الايميل عشان يوقعها. وهي اشرف بن شرقي هيصل القاهره خلال الايام اللي جايه، ممكن خلال الاسبوع ده، عشان يوقع رسميا لنادي الزمالك بعد تحويل الزمالك مقدم تعاقد اشرف بن شرقي. طب ايه اللي مأخر قصه اشرف بن شرقي؟ كل الموضوع ان في شرط من شروط اشرف بن شرقي ان زيزو يقعد ويجدد. من شروط اشرف بن شرقي ان زيزو يقعد ويجدد، وده رساله لجمهور الزمالك. اشرف بن شرقي مش هو السوبرمان او هو المنقذ اللي هيجي ينقذ الزمالك، هو هيجي يقدم اضافه مع زيزو مع عبد الله السعيد. انما لما ابيع زيزو واجيب اشرف بن شرقي يبقى انا كده ما عملتش حاجه، يبقى انا كده ما عملتش اي حاجه. انا عدلت الناحيه الشمال بوظت الناحيه اليمين. تمام. فاحنا عشان كده اشرف بن شرقي هو نفسه عارف قيمه زيزو، فقال لك انا ما عنديش مشكله، ولكن لازم زيزو يقعد ولازم زيزو يجدد علشان ننافس على البطولات. عشان ده لو ما حصلش هتلاقي اول كام ماتش في الدوري او اول كام بطوله الزمالك هيخسرها كل جمهور الزمالك هيطلع يقطع في اشرف بن شرقي. هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ فقيمه اشرف بن شرقي عارف قيمه زيزو. فعشان كده حتى الان اداره نادي الزمالك مخلص يعني مأخره اتمام الصفقه بسبب ان هي هتعمل جلسه مع زيزو. ده اللي حصل النهارده، وهنتكلم عن كل تفاصيل الجلسه عشان يجدد. من ضمن طلبات اشرف بن شرقي واداره نادي الزمالك كمان حاطه ان الاولويه ان احنا نجدد لزيزو قبل ما نتعاقد مع اشرف بن شرقي، لان ده من شروط اشرف بن شرقي الغير معلنه بقاء زيزو والتجديد ليه. عشان كده اداره نادي الزمالك بتعمل على الوقت الحالي على تجديد عقد احمد السيد زيزو.
بعد طبعا رفض كل العروض. عرض نيوم انسحب، خلاص نيوم انسحب. عرض العربي القطري مش العرض المغري لنادي الزمالك. محمد عبد المنعم طلع اوروبا ب 5 مليون يورو، ف 3 مليون و4 مليون ده مش قيمه زيزو. احنا ممكن ندوق سيف الجزيري ماشي، انما زيزو اقل من 8 مليون دولار ده خساره لنادي الزمالك. زيزو اقل من 8 مليون دولار ده خساره لنادي الزمالك. فعشان كده زي ما قلت، اول حاجه طبعا بشكر كل الناس المحترمه اللي معايا في اللايف على اليوتيوب. حط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الجمهور، وعايزين نوصل الفيديو دوت او البث ده لاكبر عدد من اللايكات. فاشرف بن شرقي مش هو السوبرمان اللي هيجي ينقذ نادي الزمالك. اشرف بن شرقي هيجي يعمل اضافه، ولاعب كبير جدا هيقدم لك مستوى كويس طول الموسم. لاعب عنده خبرات، لاعب تقيل في الملعب، هتحل ازمه قصه الجناح الشمال مع مصطفى شلبي. كمان هيغل عشان يلعب، فهيكون عندك منافسه في المركز ده. اشرف بن شرقي مش موجود، لا قدر الله اصابه ايقاف، عندك لاعب زي برضه مصطفى شلبي هيأدي وهيشتغل على نفسه اكتر وهيتعلم من اشرف بن شرقي. انما طول ما مصطفى شلبي بيلعب لوحده في المكان ده مش هيتألق. احنا كلنا شفنا مصطفى شلبي في المباراه الاخيره بدا يتألق ويخش للعمق ويسدد وياخد ضربات جزاء، لانه عارف ان الزمالك بيخلص اشرف بن شرقي. فاشرف بن شرقي جاي، مصطفى شلبي مش هيشمها. فعشان كده كلنا شفنا اللعيبه اللي مصطفى شلبي بنفسه بدا يلعب وبدا يركز وبدا يشتغل على نفسه وبدا يطور من نفسه، فده اللي احنا بنتكلم فيه. فمن ضمن طلبات اشرف بن شرقي بقاء زيزو والتجديد ليه، وده اللي شغال عليه مجلس اداره نادي الزمالك. صفقه زيزو موجوده، وصفقه بن شرقي موجوده، والزمالك زي ما قلت متفق مع اللاعب، واللاعب خلال الاسبوع ده ان شاء الله هيكون وصل القاهره عشان يوقع رسميا لنادي الزمالك. ولكن اداره الزمالك في الوقت الحالي هتشتغل بشكل قوي جدا على تجديد عقد احمد السيد زيزو، عشان اللاعب ممكن يوقع او يتفق مع اي نادي ان هو يرحل او يوقع عليهم ببلاش، فده طبعا هيكون خساره لنادي الزمالك. وزيزو مش هو اللي يعمل كده. زيزو لاعب محترم جدا. النهارده كان في جلسه كمان، يعني زيزو لاعب بيحب جمهور نادي الزمالك، لاعب ذكي جدا، عاوز يعمل تاريخ داخل نادي الزمالك، وعاوز بعد ما يبطل كره يشتغل في نادي الزمالك. هو ده قيمه احمد السيد زيزو داخل نادي الزمالك. احمد السيد زيزو مش مجرد لاعب، احمد السيد زيزو عارف قيمه نادي الزمالك. فعشان كده زي ما قلت لك، احمد السيد زيزو قال لهم انا ما عنديش مشكله، انا عايزين تبيعوني طلعوا بيان رسمي وقولوا ان انتوا عايزين تبيعوني عشان تحلوا الازمه الماليه، غير كده انا قاعد في نادي الزمالك وما عنديش مشكله. واللاعب النهارده كان في جلسه طبعا داخل نادي الزمالك بين والد زيزو وزيزو والكابتن حسين لبيب وبعض اعضاء مجلس الاداره. طبعا ما حضرش الجلسه الكابتن حسين لبيب بسبب مرضه، حصل له مرض او يعني تعب شويه. فطبعا اللي حضر الجلسه الاستاذ عماد المندوب، وطبعا بعض من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ووالد زيزو. والد زيزو كان زعلان من بعض التصريحات اللي بتطلع او بعض الاخبار الغير صحيحه اللي بتطلع، ان زيزو طالب مش عارف 100 مليون، ان زيزو مش عارف ايه، ان زيزو ووالده عاوزين يمشوا عشان الفلوس اللي جالهم كتيره. زيزو ووالده وزيزو اخبر الناس اللي كانت موجوده في الجلسه ان هو عنده رغبه شديده جدا بالبقاء داخل نادي الزمالك والتجديد لنادي الزمالك. وده يوصلك لحاجه، ان زيزو لاعب راجل. زيزو مش امام عاشور. زيزو لو عاوز يروح الاهلي كان راح الاهلي من زمان. زيزو مش امام عاشور. زيزو لو عاوز يروح الاهلي كان راح الاهلي من زمان. فما يقدرش في قصه ان كوبري ومش عارف ايه. زيزو لو عاوز يروح الاهلي كان راح الاهلي قبل كده، كان عنده شرط جزائي ب 30 مليون و40 مليون، كان ممكن الاهلي يدفعهم ويروح الاهلي بكل بساطه. وعاده لما خلص مع الزمالك وكان قال لك ده هو رايح الاهلي وهيوقع للاهلي، جدد مع نادي الزمالك في وجود لجنه الكابتن حسين لبيب. فزيزو عارف قيمه نادي الزمالك. زيزو نجم، زيزو ملك زي توتي في روما في نادي الزمالك. زيزو عنده ارقام كبيره جدا هيكسرها خلال السنوات اللي جايه، وبعد ما يبطل كوره بعقليه زيزو. زيزو دلوقتي من كباتن نادي الزمالك. زيزو من كباتن نادي الزمالك. انت لو شفت عندك قائد في الملعب، عندك لاعب عنده الغل الكروي اللي هو انا لازم اكسب، انا بحارب على المكسب، بنزل الملعب حتى لو زيزو في اسوأ حالاته بيديك 6 في يعني بيديك 6 من 10 من مستواه، مش اللي هو اللاعب اللي بيختفي طول الماتش. تمام، بيعرف لاعب عندك بيسجل لك معظم ضربات الجزاء، وده حاجه ميزه انت مش واخد بالك منها. انت لو واخد بالك ان في ميزه عندك انت مش واخد بالك منها، الزمالك كان بيعاني قبل كده ان هو ما عندوش مسدد ضربات جزاء، كان بيجي لنا ضربات جزاء في ماتشات مهمه وبنضيعها. تمام، فزيزو لاعب كبير جدا ولازم الزمالك زي ما قلت يبني عليه. انما تجيب لي اشرف بن شرقي وتبيع لي زيزو، فانت كده ما عملتش حاجه للاسف. وجمهور الزمالك مش هيكون فرحان باشرف بن شرقي، انما جمهور الزمالك هيكون فرحان باشرف بن شرقي في وجود زيزو، ان انت تجدد لزيزو وتحافظ على القوام الاساسي للفريق وتدعم ببعض اللعيبه اللي ممكن تنجح وممكن نطلعها اعاره او نبيعها اخر الموسم ونجيب غيرها. انما بقاء زيزو، بقاء مع بن شرقي، عوده طارق حامد اللي الزمالك طبعا بيقرب جدا من عوده طارق حامد، مصير طارق حامد. طارق حامد هيرجع نادي الزمالك، طارق حامد خلاص. وطارق حامد نفسه حاطط برضه هدف زي زيزو، ان هو لما يبطل كوره هيشتغل في نادي الزمالك مدير كوره، مدرب، هيشتغل في الاداره، هيكون عضو من فزيزو. وطبعا طارق حامد بالعقليه بتاعتهم عاوزين يختموا تاريخهم في نادي الزمالك. فزي ما قلت لك طارق حامد عنده باقي في عقده موسم مع نادي ضمك،
لو قدر يخلص نفسه ويرجع فري هيرجع قبل بدايه السوبر الافريقي، تلاقيه متواجد في الملعب في ماتش السوبر الافريقي، عظمه تقيله في الملعب، عظمه ناشفه، لاعب مكافح، لاعب محارب، مع محمد شحاته، مع زياد كمال، مع محمود صابر لو خلصته، لاعب هيدي اللعيبه اللي جنبه خبرات، مع محمد السيد اللي جوميز اتمسك ببقائه، فانت هيكون عندك لعيبه كبيره جدا. كل الاهلاويه متغاظين من زيزو الاستاذ محمد سعد. طبعا لان زيزو لاعب كبير، لاعب هم مش عارفين يجيبوا زيه ولا عارفين يطلعوه، يعني هم اللاعب اللي ما عرفوش ياخدوه من الزمالك بيجيبوا له عروض، فكل شويه هتلاقي عروض جايه لزيزو، مع ان الشحات اللي بيقولوا ان هو احسن من زيزو ما جاش له حتى عرض ب 2 مليون دولار او بنص مليون دولار حتى من اي نادي. ماشي. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ما تمشيش ورا الصفحات اللي بتهاجم زيزو على العمال وعلى البطال، يقول لك اصل زيزو ما بيأديش. على الناحيه الثانيه تشوف لاعب طول الموسم يعني امام عاشور، مفيش، مش قفشه احسن منه في الاهلي، قفشه بيأدي اداء احسن منه، ولكن هو اللي واخد كل الشو والدعم لان هم عاوزين ينجموه. فانت ما تمشيش ورا اللجان اللي بتهاجم زيزو، زي ما قلت لك زيزو لاعب كبير جدا. وكمان زيزو من شروط زيزو كمان، وقال لك انا عاوز تجيبوا صفقات عشان انافس، يعني زيزو مش مجرد موظف في نادي الزمالك مثلا زي رمضان صبحي كده ببيراميدز بياخد 30 40 مليون كل سنه وما بينافسش على بطولات، وحتى لو نافس مش هياخد بطولات. ماشي. انما زيزو قال لاداره الزمالك احنا عاوزين نجيب صفقات، لاعب عقليه مختلفه جدا عن اي لاعب في الدوري، واخد عمر جابر في السكه، تعالى يا عمر الجيم، يعني من سبب رجوع مستوى عمر جابر اللي بيأديه الموسم الحالي هو زيزو، لانه خده في سكه ان هو يعلي البدني بتاعه، وكان بيتمرنوا في الجيم مع بعض، فده فرق جدا. على الناحيه الثانيه لو انت شفت صبحي وفتوح والزناري برضه خدوا بعضهم في سكه وحشه، فانت لما يكون عندك لاعب زي زيزو ياخد بايد ناصر ماهر، ياخد بايد عمر جابر، يعلي البدني بتاع ناصر ماهر، فانت هيكون عندك لاعب مختلف. فزيزو اللعيبه كلها المفروض تاخده قدوه داخل نادي الزمالك، هو وعبد الله السعيد اللي شغال على نفسه من دلوقتي. عبد الله السعيد دلوقتي واخد اجازه ولكن هو بيستعد للسوبر الافريقي. عبد الله السعيد لاعب واخد بطولات وشبعان فلوس، ولكن هو عاوز يعمل تاريخ مع نادي الزمالك وعاوز يعتزل بتيشيرت نادي الزمالك. فانت عندك عقليات كبيره جدا، فانت لازم تخلي اللعيبه الصغيره تاخد اللعيبه دي قدوه ليها. ده اللي لازم اداره الزمالك تحافظ، زي ما قلت لك يكون عندك لعيبه خبرات بعدهم لعيبه شباب اقوياء طالعين فينقلوا الخبرات ليهم. عبد الله السعيد ده لما يلعب جنب محمود صابر ومحمد شحاته هياخدوا خبرات وهيتقالوا مع الوقت، وجمهور الزمالك مش هيكون ضاغط عليهم لان عندهم نجم كبير مركزين معاه اسمه عبد الله السعيد واخد كل الشو، فجمهور الزمالك هيكون مركز مع عبد الله السعيد مش مركز مع محمد شحاته حتى لو غلط. انما لما ترمي محمد شحاته من الدار للنار كده في الملعب، ما معهوش طارق حامد ولا معاه عبد الله السعيد ولا معاه حد يشيله في الملعب، فحتى لو اللاعب غلط انت هتقطع فيه، فاللاعب مستواه هينزل. فده اللي احنا بنتكلم فيه. زيزو اول ما جه نادي الزمالك ما كانش زيزو، ولكن اللي كان واخد عين جمهور الزمالك فرجاني ساسي وطارق حامد ومصطفى محمد واشرف بن شرقي، فزيزو بقى ايه، طلع واحده واحده وبدا يخش مع الفريق وبقى من افضل لاعبي مصر وبقى من افضل لاعب وبقى نجم الفريق الاول. فانت زي ما قلت لك لما يكون عندك لاعب بقيمه زيزو لازم تحافظ عليه، واللاعب عنده رغبه شديده كده، وابلغ مجلس اداره نادي الزمالك ان انا مبسوط في نادي الزمالك ومستمر وهجدد. طب طلبات زيزو او طلبات والد زيزو، يقال يا سيدي ان من طلبات زيزو وطلبات والد زيزو ان زيزو عاوز مثلا في الموسم 40 مليون 45 مليون. ايه المشكله؟ عندي لاعب بالعقليه دي ياخد اللي هو عاوزه. اللاعب جاي له عرض ب 3 مليون ونص دولار، لو اي لاعب في مصر كان دبدب في الارض ومشي. لو اي لاعب في مصر، امام عاشور لما جاله 800 الف دولار من ميتلاند تاني يوم الصبح باع النادي ومشي. تمام. امام عاشور اللي هو ابن المدرج اللي كان طول النهار يغني مع الجماهير ويشتم المنافس. تمام. فانت لما يكون عندك لاعب زي زيزو لو اي لاعب تاني كان ما كانش هيرفض كان هيدبدب في الارض وهيقول لك انا لازم امشي. فاداره الزمالك عاوزه ان زيزو يطلب ان هو يرحل، لا زيزو قال لك انا متمسك وانا مبسوط وانا مش عاوز اخسر جمهور الزمالك، واللي يشترينا نشتريه واللي يحبنا نحبه. وده طبعا اللي بقوله لجمهور نادي الزمالك العظيم. زيزو لاعب كبير جدا ولازم تحافظ عليه. زيزو من اهم اللعيبه في نادي الزمالك وما ينفعش يمشي. طيب زي ما قلت لك الزمالك كمان بيفكر في اعاره احمد رفاعي المدافع، طبعا الشاب كلنا عارفينه احمد رفاعي. طبعا في بعض الناس شايفه ان مش ده مستوى الناشئين في نادي الزمالك، ولكن اداره نادي الزمالك مع جوميز فكروا ان هم يطلعوا اللاعب اعاره ياخد خبرات، يلعب في الاسماعيلي في البلديه في غزل المحله مثلا، يروح فاركو يروح اي فرقه يكون عنده فرصه كبيره ان هو يشارك ياخد خبرات وبعد كده يرجع نادي الزمالك. هو ممكن لاعب طويل جدا عنده امكانيات مميزه، ولكن طبعا الزمالك فريق كبير مش ما عندناش وقت ان احنا نجهز لعيبه، فممكن نطلع لعيبه تاخد خبرات من بره. وده طبعا اللي بيفكر فيه مجلس اداره نادي الزمالك، ان رفاعي هيطلع اعاره علشان يكتسب خبرات ويعود لنادي الزمالك مره تانية. وممكن كمان لو الزمالك جاب مدافعين فممكن كمان احمد مجدي، هو لاعب كويس جدا ولكن هو لسه عاوز ياخد خبرات، ان ما ينفعش المهاجم يلف بيه زي اللي حصل في هدف البلديه الثاني في بعض طبعا الحاجات، ولكن هو كان خايف يعمل ضربه جزاء لانه هو عمل ضربه جزاء او مروان لبسه
ضربه جزاء في ماتش بيراميدز، فهو كان خايف، فاللاعب المهاجم لف بيه وسجل هدف التعادل للبلديه. ولكن هو لاعب على الارض بيلعب كره حلوه، بيفكرني بمحمد عبد المنعم، يعني احمد مجدي بيفكرني في محمد عبد المنعم في بدايته مع الاهلي، ما كانش احسن حاجه وطلعوه عاره، وموسيماني ما كانش عاوزه، طلع عاره يعني مع كروش شايفه ان هو مدافع كويس جدا، خدوا المنتخب وبعد كده تألق، الاهلي فسخ العاره قبل 6 شهور. تمام. فلازم اللعيبه المميزه ما ينفعش ان احنا نرميها ونرجع نشتريها بعد كده بفلوس. كلنا شايفين دلوقتي سيراميكا كليوباترا عاوز 50 مليون جنيه في احمد رمضان بيكهام. تمام. والزمالك بيحاول يقلل قيمه المبلغ ده، لان الزمالك مش هيقدر يدفع 50 مليون في مدافع يعني. ما فيش لاعب في مصر اصلا يعني يستحق اكتر من 20 مليون، وده اللي زي ما قلت لك اداره نادي الزمالك شغاله عليه. استاذ طبعا محمد سعد، احمد رفاعي كويس جدا لكن محتاج خبره. انا قلت لك هو محتاج يطلع اعاره علشان ياخد خبرات ويرجع للزمالك الموسم الجديد. اهم حاجه حارس مرمى كبير. طيب يا استاذ محمد، انت ايه رايك، نرجع جنش ولا نتعاقد مع البلعوطي؟ لان خلاص الزمالك هيجدد لعواد مع صبحي وهيجيبوا حارس كمان. البلعوطي بتاع انبي الاقرب، وجنش في كلام ان هو ممكن يرجع، فانت شايف نرجع جنش افضل ولا نرجع البلعوطي، ولا ان نتعاقد مع البلعوطي مقابل 12 مليون جنيه طبعا بعد موافقه نادي انبي على رحيله الى نادي الزمالك؟ المهم انا ادعم الاداره والمدرب لكن بيع زيزو لا. كلنا بندعم الاداره وبندعم المدرب لكن بيع زيزو خط احمر. ممنوع رحيل زيزو، انا قلت لك ممنوع رحيل زيزو، ممنوع رحيل زيزو فعلا. طيب، صلح فتوح مع اهل المتوفي طبعا. قبل ما نتكلم في اي حاجه، ربنا يشفيه كلنا ندعي له ربنا طبعا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله، حاجه صعبه جدا. وطبعا فتوح في ازمه وكرب كبير، وكل طبعا خلاص اداره نادي الزمالك طبعا في وفد منها راح لاهل المتوفي علشان يقدموا واجب العزاء ويتفاوضوا على الديه. حتى لو فتوح التصالح دوت مش معنى ان فتوح هيطلع، ده ديه شرعيه في القتل الخطا، لازم اي حد كده يعني لازم يدفعها. ده في الشرع ملوش علاقه بالقانون، كده كده القانون فتوح هيوقع عليه عقوبه، معرفش بقى العقوبه دي سنه 6 شهور ايا كانت، ولكن في القتل الخطا في دية شرعيه لازم المتسبب فيها يدفعها، فده لازم هيدفعها، فلازم هيروح يراضي اهل المتوفي، ده طبيعي ملوش علاقه بقى هو صح ولا غلط. فعشان كده في وفد من اداره نادي الزمالك طبعا بقياده شيكابالا والكابتن عبد الواحد السيد وبعض من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ونائب رئيس نادي الزمالك استاذ هشام نصر، توجهوا إلى اسكندرية لبيت المتوفي لتقديم واجب العزاء والتفاوض على الدية عشان يشوفوا هم عاوزين ايه عشان يرضوهم، علشان فتوح عاوز يكون يعني خلص نفسه من الذنب اللي هو الشرعي، وبعد كده طبعا النيابة والمحكمة كده كده فتوح هياخد عقوبة يعني، ده اللي بنتكلم فيه. طبعا نتمنى ان كل الناس تاخد موضوع فتوح عبرة، نتمنى من كل اللاعيبة في نادي الزمالك في النادي الاهلي في اي لاعب في مصر، انت لاعب كرة قدم تركز في كرة القدم، ده اللي احنا نتمناه خلال الفترة اللي جاية، وان شاء الله زي ما قلت لك فتوح في قرب ويطلع منها على خير. عمر السومة، ايه موضوع عمر السومة؟ طبعا كان في كلام ان النادي العربي القطري عارض على نادي الزمالك عمر السومة اعارة مع تحمل نادي العربي القطري راتب عمر السومة لمدة سنة، ويدفعوا النادي الزمالك 4 مليون دولار لضم زيزو. يعني هم عارضين خدوا عايزين زيزو مقابل هنديكوا عمر السومة اللي هو المهاجم بتاع العربي القطري اللي المدرب مش عاوزه. تمام. وهنديكوا 4 مليون وعاوزين زيزو. اداره نادي الزمالك طبعا رفضت لان العرض ضعيف جدا. اداره نادي الزمالك اصلا بتفكر في ضم عمر السومه طبعا بشكل فري. ازاي؟ اتكلمت مع وكيل عمر السومه، طب كده كده العرب القطري مش عاوزينه، فاتكلمت مع الوكيل بتاعه ان احنا ممكن نضم عمر السومه، عنده 35 سنه ولكن هو مهاجم متميز جدا، من افضل المهاجمين الموجودين في اسيا وافضل المهاجمين اللي كانوا متواجدين في الدوري السعودي مع اهل جده وفي الخليج. كنت اتمنى من فتره كبيره جدا من 5 سنين ان عمر السومه يكون متواجد داخل نادي الزمالك، ولكن طبعا اللاعب كان راتبه كبير جدا، فاللاعب دلوقتي عنده 35 سنه. في بعض من الجماهير يعني معترضه على ان سنه كبير. عمر السومه لاعب مهاجم متميز جدا، لاعب خبره، مش اي لاعب تجيب لاعب زي عبد الله السعيد هيديك موسم او اتنين. فاداره نادي الزمالك اتفقت مع وكيل عمر السومه، طيب ما تخلص نفسك من العربي القطري، وده اللي بيحصل دلوقتي ان وكيل عمر السومه بيفاوض نادي العربي القطري ان هم يتنازلوا عن بعض المستحقات لعمر السومه مقابل ان هو يرحل بشكل مجاني. اداره نادي الزمالك بعد كده هتخش مفاوضات مع عمر السومه على الراتب زي صفقه اشرف بن شرقي، هتكون صفقه فري، الزمالك مش عاوز يدفع فيها حاجه، بخلاف طبعا ان زيزو موجود، زيزو موجود خلاص، ولكن اداره الزمالك بتفكر بجديه في ضم عمر السومه. لو حصل واداره الزمالك حافظت على زيزو وضمت اشرف بن شرقي وخلصت صفقه زي عمر السومه لمده سنه او سنتين على الاقل، انا بقول لك هيكون مكسب كبير جدا لنادي الزمالك. عمر السومه لاعب هداف بالفطره، والناس اللي عارفه عمر السومه
في بعض من جمهور الزمالك الناس اللي معايا في اللايف اكتب لي لو انت تعرف عمر السومه وشفته. عمر السومه مهاجم هداف بدرجه كبيره جدا. يعني حتى هو كانش بيشارك الفتره الاخيره، فنزل اخر ماتش مع العربي كانوا مغلوبين 1-0 وتسجل هدف التعادل. هو مهاجم بيلعب بالراس ومهاجم متميز جدا، هيفرق جدا مع نادي الزمالك. اتمنى لو الزمالك قدر يخلص عمر السومه هتكون صفقه قويه جدا لنادي الزمالك. بجانب طبعا زي ما قلت ان الزمالك لازم يحافظ على زيزو، دي مالهاش. فصفقه عمر السومه دلوقتي الزمالك شغال عليها، مالهاش علاقه بصفقه زيزو. الزمالك بيتفق مع وكيل عمر السومه، خلصوا نفسكم. ووكيل عمر السومه في الفعل بدا يتفاوض مع اداره نادي العرب القطري، لان العرب القطري خلاص هو مش عاوز عمر السومه، شايف ان هو مش هيفيده، وعاوز يتعاقد مع محترف تاني. وكمان المدرب مش عاوزه في الفريق ومش بيشارك. فعمر السومه دلوقتي بيقترب من الرحيل من العرب القطري بشكل مثلا نهائي، لو قدر ان هم يحصلوا يعني يتنازل عن بعض المستحقات المتاخره للاعب مقابل ان هو يفسخ عقده بالتراضي. وبعد كده اداره نادي الزمالك زي ما قلت هتتفاوض مع عمر السومه على الراتب الشخصي فقط زي صفقه اشرف بن شرقي. فممكن تلاقي عمر السومه في نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه، وممكن تلاقيه متواجد في السوبر الافريقي. فهل انت شايف صفقه عمر السومه هتكون اضافه لنادي الزمالك؟ اتمنى تكتب لي في الكومنتات. روبي بتقول لك احنا هنقلبها دار مسنين. والله انت لو شفت عمر السومه هو مهاجم متميز جدا. ما احنا جبنا لعيبه صغيره عملت ايه يعني؟ مش فاهم. ما احنا جبنا على فكره ناصر منسي اللي مش قادر يجري في الملعب دوت، عنده 26 سنه او 27 سنه. تمام. حسام حسن اللي الزمالك هيجيبه من سموحه، بيفكر ان هو يجيبه من سموحه، عنده تقريبا 30 سنه. ماشي. فاي مهاجم انت هتجيبيه مثلا او هتجيبه هو مهاجم. شوف الكواليتي، سيبك من السن، الكواليتي. عبد الله سعيد عنده 39 سنه، شيكابالا امبارح كان عنده 39 سنه ولا 38 سنه، كان احسن لاعب في الملعب. شيكابالا وهو مش قادر برجل واحده احسن من كل اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك. شيكابالا لو خد كل ماتش 20 دقيقه بس 20 دقيقه، شيكابالا هو شيكابالا كواليتي عالي، مهما السن كبر هو كواليتي.